الراجل اكتشف فجأة إن في مطعم تاني بيبيع برضه شرايح لحمة مشوية بالكمأ، مع إن كل الأكلات في مطعمه المفروض تبقى مميزة ومفيش زيها، فإزاي الأكلة دي موجودة في مكان تاني؟ قرر يروح يتأكد بنفسه، بس المطعم ده كان في منطقة نائية. فضل ماشي ورا الجي بي اس وسط طرق متعرجة كتير لحد ما وصل في الآخر لزقاق صغير، والصدمة إن المطعم ما كانش فخم ولا حاجة، ده كان مجرد مطعم بسيط جدا. أول ما دخل لقى ست واقفة في الجنينة ورا المطعم بتراعي خضارها. حاول يسألها مين صاحب المكان، بس هي طردته علشان داس بالغلط على الكارنيه بتاعها. طلع الكارت بتاعه يعرف بنفسه، لكن الست خدته وقطعته حتة، وما اكتشفش إنها المالكة غير لما دخلت جوه المطعم ولبست المريالة. الراجل طلب منها يدوق شرايح اللحمة بالكمأ، لكن الست قالت له إن المكونات مش مكفية، وقالت له لو عايز ياكلها لازم يجيب لحمة من مزرعة معينة. فعلا راح واشترى كل اللحمة اللي لقاها. الست بدأت تختار القطع بعناية، ولما اتذوقت أكدت إن الطعم فعلا جاي من المزرعة دي. بعدها احتاجوا فطر ماتسوتاكي. الفطر ده حساس جدا وريحته بتختفي بسرعة بعد ما يتقطف، فلازم يكون طازة. هما الاتنين تعبوا لحد ما لقوا الفطر المثالي في الجبل. رجعوا المطعم بالليل متأخر. الراجل كان جعان جدا. الست بسرعة حضرت شرايح اللحمة بالكمأ. الراجل ما استحملش، وأول ما دوقها اتفاجئ. الطعم كان مختلف تماما عن اللي بيتعمل في مطعمه، وفكروا بطبخ جدته زمان. ساعتها عرض يشتري المطعم، لكن الست رفضت تماما.